بيتر بان بتاع جيله، مارك رويس اللعيب اللي رفض ان هو يكبر. لو جيت تبص على وقت رويس في دورتموند هتلاقيه عدى على كل اللعيبه دي: بيلينجهام، هالاند، سانشو، بوليزيتش، جاندوجان، وديمبيلي، واوباميانج، وليفاندوفسكي، وجوتزا. كل دول جم ومشيوا، لكن رويس فضل هو اللي واقف ثابت. هو نفسه استغرب، قال انا ما حسيتش قد ايه العمر جري بسرعه، وفجاه لقيت نفسي واحد من اكبر اللعيبه في الفرقه والكابتن. لكن مسيره رويس كانت عكس كل اللعيبه اللي قلنا اساميهم دول. اللعيبه دي كلها مشيت وسابت دورتموند وحققت حاجات وخدت بطولات، لكن رويس لا. رويس عاش مسيرته كلها في ألم ووجع وإصابات. دايما كان كل ما يقرب من حاجة تروح منه رغم موهبته الكبيرة قوي. رويس بسهولة جدا كان ممكن يبقى أحسن لاعب ألماني آخر 15 سنة مثلا، لكن دايما الإصابات كانت واقفة له في الطريق ده. ادي بايور مرة قال عنه السلام معاه بالإيد ممكن يصيبه. فتعال نشوف ازاي مسيرة رويس تحولت من موهبة كبيرة جدا للاعب زجاجي داس عليه الأرض. بس الأول لايك وشير وسبسكرايب. أهلا بيك في كروس أوفر، أنا عمرو زكي ويلا بينا. رويس على مدار مسيرته تقريبا اتصاب 68 إصابة مختلفة، رقم كبير قوي ومرعب. تقريبا متوسط 5 اصابات كل موسم، وده يوريك الحظ السيء اللي بادئ مع رويس من بدايه مسيرته، لدرجه ان المانيا لما كسبت البطوله كاس عالم 2014 رويس كان قاعد في بيته. الغريب بالنسبه لي هو سؤال رويس اتساله وهو صغير، اتقال له نفسك تطلع زي مين من لعيبه الكوره؟ قال توماس روزيسكي بتاع ارسنال. المفارقه الجميله ان روزيسكي برده هو لعيب زجاجي، رجله من اول ركبته لحد تحت هي كلها اصابات وعمليات. احذر ما تتمناه فعلا. بس تعال نرجع لورا شويه ونتكلم عن رويس من بدايته. رويس في الاول كان لعيب في اكاديميه دورتموند، بس ما كانش واحد من الاسامي اللي مسمعه جدا هناك. من الاخر كده ما كانش فيه اقتناع بيه قوي، كان لعيب دكه. ولما في مره ربنا كرمه وشارك، نزل المدرب نزله كديفندر، فطبعا رويس ما عرفش ان هو يأدي بشكل كويس، وقرروا ان هم ياخدوها حجه ويستغنوا عنه. ساعتها الكلام اللي اتقال ان هو تو سكيني، لعيب رفيع جدا وضعيف. مع ذلك ده ما دمرش حب رويس دورتموند خالص، وكان عارف ان هو في يوم من الايام هيرجع، بس لازم يمشي الطريق بشكل مختلف. فراح على فريق درجه ثالثه اسمه ويس اهلن، يا رب اكون نقول اسم اي حاجه اقرب للصح حتى. لكن برده مع الفريق ده كان في سوء حظ جامد قوي مع رويس، لانه ساعتها ما كانش رايح لوحده، كان معاه واحد صاحبه برده كان في الاكاديميه بتاعه دورتموند وبرده استغنوا عنه. صاحبه ده على طول اول ما راحوا النادي ده هو اتصعد لفريق اول، لكن رويس قال له لا روح الفريق الثاني. وسوء الحظ يكمل ان هو برده لما لعب مع الفريق الثاني وبقى مؤثر وتصعد للفريق الاول ولعب وساعدهم يصعدوا وكان مؤثر، دورتموند قرروا ان هم يروحوا يشتروا صاحبه مش هو، برده كان لسه مش مقتنعين بيه. فرويس قال لك اي حاجه من ريحه بروسيا وراح رايح على بروسيا الثاني مونشن جلادباخ. وعلى طول رويس خطف الاضواء بموهبته الكبيره جدا، وفي اول ماتش ليه سجل جون مارادوني بسبرنت، خد الكوره وجري بتاع 50 متر وقدر ان هو يروح وسجل الجون لوحده، وده اللي خلاه ساعتها يتاخد المنتخب لاول مره في حياته. بس لان انت رويس فما راحش، واكيد للاصابه. وقتها كان بيتقال ان هو عيان، وقتها قبل المنتخب على طول تعب وعي فاستبعدوه. وبعدها في تاني سيزون بقى هو هداف بروسيا مونشن جلادباخ وسجل 10 تجوان، لكن ده ما كانش كفايه لان الفريق نفسه كان بيعاني. الفريق كان في طريقه ان هو يهبط، لكن رويس هو اللي انقذهم وسجل الجون اللي قعد الفريق ده في الدوري. وبرده يجي له استدعاء للمنتخب لرابع مره، وبرده ما يروحش لاصابه ثانيه مختلفه. كل شويه مشاركه رويس مع المنتخب عماله تتاجل. وبعدها في ثالث سيزون ليه مع النادي كان واحد من احسن المواسم في مسيرته، وده اللي غير حياته. بقى خلاص نجم الفريق الاول، شايل الفريق على كتفه، لعب 37 ماتش، سجل 21 جون و14 اسيست، رقم جميل جدا. وده كمان اللي ساعد فريقه ان هو يخلص مركز رابع في الدوري. ورويس في الموسم ده قش كل الجوائز، خد احسن لاعب صاعد في الدوري واحسن لاعب في الدوري عموما. واخيرا قدر ان هو يشارك مع المنتخب لاول مره، وكمان اتاخد ساعتها في قائمه اللي كانت رايحه اليورو 2012. ورغم ان المانيا ما كسبتش ورويس نفسه على الصعيد بتاع الانديه برده ما كسبش حاجه، لكن كان اكتر لعيب العالم كله كان بيتكلم عنه، بقى ده اللاعب الصاعد المفضل لناس كتير. وحتى الانديه بقى كتير قوي منهم مهتم ان هو يروح يتعاقد مع رويس، بس رويس قلبه ما حبش غير نادي واحد وهو بروسيا دورتموند. برغم كل اللي حصل له بس قفل الباب قدام اي نادي تاني وقال هو بروسيا دورتموند وبس. وقتها دورتموند كان في القمه مع يورجن كلوب، وكان كسبان دوريين ورا بعض، ودي حاجه ما كانتش حصلت من الثمانينات. بس سوء الحظ بيجري ورا رويس، الفرقه كانت ماشيه كويس بقى لها موسمين، لكن لما هو جه بداوا الموسم بدايه سيئه جدا. هو نفسه كان كويس، قدر في اول موسم ان هو يسجل 19 جون و16 اسيست، وكان عامل حاله جميله جدا هو ليفاندوفسكي وجوتزا، وكان بينهم تفاهم كبير قوي. لكن في الاخر دورتموند خلص بفرق 25 نقطه عن البايرن اللي خد الدوري. ومن بدايه الموسم بصراحه من اول 10 ماتشات دورتموند كانوا خلاص عرفوا ان هم بره المنافسه كده كده. لكن على الناحيه الثانيه كان احسن موسم في تاريخ النادي في دوري الابطال، عدوا دور المجموعات كله من غير ولا هزيمه، رغم ان كان معاهم فريق زي ريال مدريد ومانشستر سيتي. وبعدها يعدوا دور ال16 قدام شاختر دونتسك الاوكراني، وبعدها في ربع النهائي قدام مالاجا باداء خرافي من رويس. بعدها نص النهائي قدام ريال مدريد، الماتش اللي خلص اجمالي 4-3، رويس كان صانع جونين وقتها. فجاه لقينا ان الفريق اللي بادئ موسم سيء جدا وكان بيعاني في الدوري قدامه ماتش واحد بس ويبقى بطل اوروبا كلها. لكن الفرقه اللي كانت في النهائي الناحيه الثانيه كان بايرن ميونخ، صراع الماني خالص، وكان في لعب صايع كده كان بيحصل من قبل الماتش. بايرن اعلن ان هو تعاقد مع ماريو جوتزا من دورتموند، وفكك المثلث المرعب اللي كان موجود بين رويس وجوتزا وليفاندوفسكي. وده وقتها اثر على اللعيبه شويه في دورتموند واثر على الجماهير كانت بتعتبر ده خيانه من جوتزا. حتى ماريو جوتزا
نفسه لما حكى الموضوع قال انا كنت خايف من رد فعل رويس، انا ساعتها رحت عند باب بيته وحاولت اصالحه عشان عارف ان هو اكيد زعل. بس كده كده في الاخر جوتزا غاب عن الماتش بسبب الاصابه، والماتش اتلعب وخلص في الاخر 2-1 لبايرن ميونخ، رغم ان رويس ساعتها عمل ماتش كويس جدا وهو اللي خد ضربه الجزاء اللي تعادلوا بيها. وبعد الماتش على طول ليفاندوفسكي قرر ان هو يمشي من بروسيا دورتموند خوفا من القطر يدوس عليه في النادي ده وما يحققش حاجه، وقرر ان هو يروح على بايرن ميونخ عشان يحصل ماريو جوتزا وتبقى تاني طعنه. ممكن تتساءل طب هو ليه بايرن ما حاولوش يتعاقدوا مع رويس؟ بس احب اقول لك ان ده حصل ومش وقتها بس، من ساعه ما كان في بروسيا مونشن جلادباخ هو بيحاولوا يتعاقدوا معاه، لكن هو وقتها نفسه قال بايرن ميونخ عمرهم ما يحصلوا عليا والفلوس مش كل حاجه بالنسبه لي. مجنون دورتموند ابن النادي بجد يعني. ورويس بالعقليه دي على طول تغلب على غدر الصحاب اللي حصل له، وبدا ان هو يعمل ثنائيه جامده جدا مع اوباميانج اللي مهاجم الفرقه وقتها. والفتره دي كانت واحده من احسن فترات حياه رويس رقميا، 45 مساهمه تهديفيه في 3500 دقيقه، ده معدل تقريبا 39 ماتش. الناس كانت بتخش كل ماتش بتتفرج على رويس هي مستنيه جون واسيست على الاقل، اللي هو هي الجون والاسيست جايين في الدقيقه كام انجز. لكن برضه لان ده رويس فسوء الحظ يستمر قدام ريال مدريد في ربع النهائي يخرجوا بنتيجه 3-2، رغم ان رويس كان مسجل هدفين بس ما كانوش كفايه. والدوري اكيد بايرن سيطر عليه تاني، ولما وصلوا نهائي الكاس وصلوا ساعتها قدام بايرن ميونخ برضه اللي قدر يكسب 2-0 في الاشواط الاضافيه. رويس خد في الموسم ده احسن لاعب واكتر واحد صانع اهداف في الموسم كله. بس كل ده مش كفايه لان لحد دلوقتي رويس ما كانش قادر ان هو يرفع اول بطوله ليه. اللي هون عليه وقتها شويه ان هو كان في القايمه اللي رايحه كاس عالم 2014، لكن قبل البطوله ب 10 ايام وفي الماتش التحضيري الاخير رويس كان بيلعب وخد خبطه كده كانت تبان بسيطه وقتها، مش فاول حتى واللعب كمل، لكن رويس ما قامش. وبعد الماتش الخبر السيء اللي ناس كتير توقعته وهي بتتفرج اتاكد، رويس ساعتها غاب عن البطوله كلها للاصابه، بقى قاعد بيتفرج في بيتهم وهو شايف منتخبه بيكسب البطوله وبيرفعوا الكاس، وكل اللي حصل ان كوتس مسك تيشيرته اللي عليه رويس عشان يحاول يهون عليه شويه ويحاول يكفر عن اللي هو عمل. بس الاحباط اللي كان عند رويس كان اكبر من كده بكتير، لدرجه ان الموسم اللي بعده على طول كان اسوأ موسم في مسيره رويس كلها. بدا الموسم بان هو اتقبض عليه لانه كان سايق من غير رخصه واتعمل له حوار والجرايد بهدلته، والموسم ده عامه دورتموند كان بيعاني وكان عادي جدا ممكن ان هو يهبط، ده غير هزيمه قدام بايرن في نهائي الكاس كالعاده. والموسم ده لوحده رويس عدى ب6 اصابات، فموسم حزين جدا. لكن الدنيا اتغيرت شويه الموسم اللي بعدها مع وصول توماس توخيل، رويس رجع تاني لفورمه كويسه بس برضه بلا هدف، كل اللي وصلوا له في الاخر مركز تاني في الدوري، بس وقتها حققوا رقم قياسي بصراحه وهو اكتر فريق الماني حقق نقط وخلص مركز تاني، ومركز تاني في الكاس بعد ما خسروا من بايرن برضه كالعاده. وبعد الموسم ده كان في اليورو في الصيف، وساعتها رويس ما اتاخدش لان المنتخب قال له ان القياسات البدنيه بتقول ان هو مش هيقدر يكمل البطوله من غير ما يتصاب، فساعتها قرروا ان هم يستبعدوه. لكن اللي حصل ان هو فعلا اتصاب قبل بدايه الموسم وغاب تقريبا عن اول 3 شهور في الموسم، وبعد ما رجع وبدا يلعب شويه اتصاب تاني وغاب شهر ونص من الموسم برضه. وفي اخر ماتش في الموسم في نهائي الكاس دورتموند طريقه ان هو يكسب خلاص والدنيا اخيرا هتحلو قدام رويس، يجي له ساعتها اصابه والاصابه دي تكون صليبي ويطلع يقعد يتفرج على الفرقه وبتحقق البطوله على الدكه. يعني حتى لما حلمه اتحقق واخيرا مسك بطوله كان مصاب فيها، والرباط الصليبي ده كان السبب في ان هو الموسم اللي بعده غاب عن 8 شهور كاملين، رغم ان كان المفروض يبقى موسم سعيد بالنسبه له لان الفيفا كانت نازله وهو اللي على الكفر، ودي حاجه ما كانتش بتحصل بسهوله. لكن اللي حصل زي ما بقول لك غياب عن نص الموسم او يمكن اكتر، وحتى في اخر الموسم في كاس العالم لما راح كاس العالم 2018 اخيرا ولعب كاس عالم مع منتخبه كانت اسوأ نسخه في تاريخ المانيا، الرجل الاسوأ حظا في المانيا كلها. لكن رويس كان بيتعافى بسرعه، عمل بعدها موسم كويس جدا، 36 ماتش ب 34 مساهمه تهديفيه لكن بلا هدف، لان برضه دورتموند خلص مركز تاني فرق نقطتين بس عن البايرن، رغم ان دورتموند فضل متصدر لحد تقريبا اخر 7 ماتشات، لكن رويس اتصاب ساعتها والفرقه وقعت شويه. بعدين الموسم اللي بعده بالجائحه اللي حصلت فيه والدوري اللي وقف والدنيا اتغيرت واللعيبه اللي وصلت سانشو وهالاند، الناس دول بدا يحسسوا رويس ان هو بدا يكبر اكتر، وده حتى بدا يبان عليه جوه الملعب. رويس بقى ابطا شويه بدنيا، كان بيعاني. حصل مشكلة في الصورة فخليني بقى اكملها لك صوت ومعلش استحمل. حصل بعدها رويس بدأ ان هو يحاول يستعيد الجزء البدني اللي نقص منه بشكل كبير، خد بعدها ساعتها الموسم ده في نهايته كان فيه يورو 2020 اللي هي اتلعبت في 2021 انت فاهم اكيد. ساعتها رويس قرر ان هو يعتذر عن المشاركه في البطوله دي بحجه ان هو كان محتاج يرتاح ويبدا ان هو يستعد بدنيا بشكل احسن. ده اللي حصل فعلا وبدا ان هو يرجع وعمل موسم كويس وكان داخل ان هو المفروض هيبقى موجود في كاس عالم 2022 اللي كان في قطر. لكن طبعا زي ما انت خلاص اكيد عرفت من كل اللي فات في القصه فلان هو ده رويس، فقبل البطوله ب50 يوم جات له اصابه. التوقعات كلها عند الدكاتره بتوع المنتخب كانوا بيقولوا ان رويس عادي هيبقى موجود، لكن اللي حصل ان هو الاصابه ما قدرش ان هو يتعافى في الوقت المطلوب وتم استبعاده من القائمه. ورويس بقى كل اللي هو لعبه كل الفترة دي كاس عالم 2018 بس اللي هو أسوأ كاس عالم في تاريخ ألمانيا أصلا. فلا إنسان حزين يعني، وقصة محبطة جدا. هو المقولة اللي تلخص مسيرة رويس لو كان الحظ رجلا لقتله ماركو رويس فقط مش أي حد تاني. فبس نعتذر على الخطأ اللي حصل وأتمنى الحلقة تكون عجبتك. مش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وبس كده. سلام.